يلا فيديو جديد اخدتكم معايا النهارده بره المطبخ خالص. هنسيب بقى المطبخ والطبيخ وموال كل يوم الروتين المعتاد. الفيديو حلو، كمليه للاخر. اهم حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتم شايفين كده انا بره البيت جبت لكم الاول كده الفطار، لكن لسه الاول احنا لسه رايحين. ما كنتش ناويه اصلا افتح الكاميرا خالص، لكن صاحبتي قالت لي افتحي، مش هتفتحي الكاميرا؟ قلت لها مش، قالت لي هاتي صوري. فده كده اول ما دخلنا زي ما انتم شايفين اهو اليافطه جات لكم. كنا في ويف بيبقى فيه عروض فطار، رحنا بقى فطرنا هناك. منظر بصراحه حلو قوي زي ما انتم شايفين. المراجيح بره وكده، يعني كده بره، لا انت هتدخلي كمان جوه وكمان على البحر، قريب من البحر كمان. يعني كان يوم حلو قوي. زي ما وعدتكم قبل كده، في اي مكان هروح فيه هاخدكم معايا وهفتح فيه الكاميرا. فلو كنت عارفه ان هفتحها كنت قبل ما انزل من البيت كنت فتحت الكاميرا وقلت لكم رايحه فين. لكن بقى صدفه خير من الف ميعاد، فتحت معاكم الكاميرا. فيا رب يكون اليوم كده حلو وبسيط، حاجه بسيطه مش هطول عليكم خالص. اسكندريه فيها اماكن جميله، يعني بصي، يعني اسكندريه دي من اجمل الاماكن اللي ممكن تروحي فيها. فيها اماكن فعلا حلوه وتقدري تتبسطي فيها من ابسط حاجه، يعني من غير تكلفه ولا اي حاجه. تقدري تبسطي نفسك بحاجه بسيطه جدا. يعني انت لو مشيتي بس على الشاطئ كده تقدري ان انت تبسطي نفسك. لا اسكندريه فعلا جميله. ريحه يعني ريحه كمان حلوه قوي. وهنا كمان المكان حلو، يعني بصي. للاسف بقى الشواطئ عندنا كلها دلوقتي شغالين فيها، ما تقدرش ان انتي تمشي على الشاطئ كده. شالوا معظم الكافيهات اللي موجودة على البحر، شالوها لان بيعملوا تجديدات وقافلين الدنيا يعني كلها. خلاص كده بعد ما خلصت بقى بره وصورنا وزي ما انتم شايفين هندخل بقى على الفطار. هنا داخلين كده في المدخل علشان لو في شتاء او حاجة. الجو كان حلو قوي، يعني الشمس كمان كانت حلوة. ولو مش عاوزة شمس خالص ممكن تقعدي هنا، يعني هنا خلاص انت اتعزلتي خالص، مفيش شمس ولا في هوا ولا اي حاجة. وكمان عاملين لكم ازاز. والله انا لو بعمل دعاية انفع برضه اعمل دعاية، كنت عملت دعاية كويسة. هو انا مفيش دعاية ولا حاجة، هو مجرد ان انا بوريكم المكان اللي اتبسطت فيه او المكان اللي رحت فيه. وهنا كده وصلنا للفطار. زي ما انتم شايفين كده بيبقى عليه عروض وجبات بتنزل، والشاي بتاعي كالعادة، يعني عارفين طبعا يعني حاجة أساسية. هما كنا 2 بس اللي شربنا شاي، لكن الباقي كله طلب بعد بقى الفطار. لكن أنا ومن حاجة أساسية الشاي مع الفطار. في فول، اومليت، زي ما انتم شايفين بطاطس محمرة، في جبنة، في ايه تاني، في طبعا المسقعه دي كان طعمها حلو قوي مع اني بعملها بالثوم، لكن طعمها كان حلو بالبصل، هما كانوا عاملينه بالبصل. كان طبق واحد لان الفطار بيبقى عروض، فاحنا كنا طالبين اكتر من عرض، يعني فتلاقي في حاجات مختلفة، علشان كده طلبنا عروض مختلفة. وبطاطس محمرة في جبنة. يعني زي ما انتم شايفين هو ده الفطار. فول بالخلطة وفي فول سادة، يعني بيرضوا جميع الأطراف. السكر بقى، يعني على قد ما بقدر. الاول كنت بشرب 3 معالق واكتر من 3 معالق، دلوقتي بقيت بقلل شوية. يعني على قد ما تقدري السكر ده يعني بلوى مسيحة، على قد ما تقدري يعني تقلليه شوية قلليه. اللي احسن بقى من الخروجه، والله العظيم الصحبة الحلوة. لما تكوني مع حد بتحبيهم وتحسي ان هما بيبادلوكي نفس الشعور، احلى من اي حاجة. انت لو على عربية فول والله العظيم هتستمتعي جدا. هو الفيديو مش هكمله، في بقية الفيديو جايبه لكم صوت، يعني هتكلم معاكم لحد ما المقطع يجي. هكمله بقى معاكم كده صوت. يا رب الفيديو يكون حلو بس ويعجبكم ان شاء الله. اهم حاجة اللايك علشان الفيديو ان شاء الله يوصل لكل حبايبك باذن الله. وفي كمان جبن مشكلة زي ما انت شايفة وجبنة مثلثات. لا يعني الفطار كان حلو قوي. ان في حد بيتفرج عليا وحاسة ان انتوا معايا، فتحت النهاردة الكاميرا. حاجة بسيطة يعني، في اول الفيديو من غير كلام همنتجه كده ان شاء الله، يعني هتكلم فيه. لكن دلوقتي حبيت اوريكم المكان اللي كنت فيه. يا رب يكون النهارده اليوم بسيط كده وسهل. فطومه وانتي يا رشا ان شاء الله يا حبيبي. مع السلامه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع الف سلامه. ركبتي من هنا.